ازيكم عاملين ايه؟ وبكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن احسن انواع الليكويد ليبستكس اللي انا جربتها ورايي فيهم، علشان الناس اللي ما اشتريتش قبل كده ليكويد ليبستكس ايه الانواع الاحلى اللي هي تشتريها. والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فلو عايز تنضم لينا بيز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ويلا بينا نبدا. مبدئيا دي اشهر الانواع اللي موجوده في السوق واللي هتلاقوها دايما بتتباع وكده. انا هقول لكم يعني رايي فيهم من احلى حاجه للاقل. اول واحد اللي انا بعشقه اللي هو ستيلا ليكويد ليبستكس. انا فعلا بعشق كل الوانهم وبحب الفورميولا بتاعتهم، لان ستيلا ليكويد ليبستيك اولا تقيله، لونها حلو، يعني الالوان بتاعتها بتبقى تقيله وفعلا بتبقى مط وبتبقى تحفه. تاني حاجه بتبقى ريحتها فانيليا. تالت حاجه انه بحيث ان هي الفورميولا بتاعتها كريمي، لما بتيجي تحطيها بتحس ان هي كريمي لغايه لما بعد كده بتنشف وبتبقى مط. فانا بعشق الحاجات اللي بتبقى زي كده، يعني انا بعشق ستيلا، انا بيك فان اصلا لستيلا من زمان. تاني حاجه ماك الفيتو بتاعتهم اللي هي الكولكشن الجديده بتاعت الفيتو مات حلوه قوي قوي، فدي تعتبر برضو من الحاجات اللي انا بحبها. فيتو مات بتاعت ماك دي تعتبر، بس انا بالنسبه لي بتيجي بعد ستيلا برضو يعني. تالت حاجه في حاجه نوع كده ليكويد ليبستكس، الفورميولا بتاعته شبه ستيلا، تحس ان هي برضو كريمي وبرضو بتنشف بتبقى مط، اسمها فيلو ستريبس. هكتب لكم اسمها بالظبط. دي كنت جايباها من رنفة، وفعلا الفورميولا بتاعتها فعلا عجباني، ان هي بحس بتفكرني بستيلا جدا. بعد كده في كولر بوب، يمكن يعني مش من ضمن الحاجات التوب عندي، بس كولر بوب برضه يعتبر هو مش كريمي، بس في نفس الوقت لما بينشف بيبقى مط وبيبقى تقيل وكل حاجه، فهو مش وحش برضه. اخر حاجه ودي يمكن مشهوره بتتباع في جروبس وكده، بس انا مش ما بفضلهاش خالص، تعتبر اخر اوبشن بالنسبه لي، حاجه اسمها سليك مات مي ليكويد ليبستكس. للاسف هي مشكلتها هي بتبقى تقيله وكل حاجه وبتنشف بتبقى مط وكل حاجه، بس مشكلتها ان هي لما بتنشف بتنشف الشفايف قوي وبتقشر بعد كده، ولونها بيتغير. يعني ابقى حطاها مثلا بيربل مثلا، الاقيها بعد كده بعدها بشويه لونها اختلف شويه. فيمكن دي اكتر نوع مش بحبه يعني فيهم، بس يعتبر دي اكتر الانواع اللي انا بستخدمها. وطبعا رقم واحد طبعا ستيلا. وفي برضه نوع تاني اللي هو ذا بالم على فكره حلو، بس يمكن عيبه عندي ان هو ريحته نعناع وانا مش بحب النعناع يعني. بس فهي دي الحاجه الوحيده اللي عيبه فيه، لكن غير كده هو ذا بالم حلو قوي. بس فهي دي الحاجات، ويا رب اكون افدتكم في الموضوع ده، واشوفكم على خير ان شاء الله.